كتير بنشوف على السوشيال ميديا منشورات بتقول اقري الصورة دي 41 مرة عشان تتجوزي، أو رددي الذكر ده 1000 مرة بنية سداد الدين. وبنلاقي الناس بتجري ورا الأرقام وكأن الدعاء باسورد لو غلطت في رقم مش هيفتح. الحقيقة انتوا كده بتحولوا العبادة اللي هي صلة بين العبد وربه لعملية حسابية جافة. النهاردة هنعرف سوا ليه الابتداع في أعداد الأذكار وقراءة الصور بأعداد معينة وقراءة صور معينة بيسرق منك روح الخشوع، وهنعرف إيه الفرق بين المجربات وبين السنة النبوية الصحيحة. هنتكلم عن هوس الأرقام وضياع الخشوع. لما بتحدد لنفسك رقم ضخم زي 3000 أو 7000 لذكر معين لم يرد فيه نص طبعا، بتوقع نفسك في فخ التشتت. بتلاقي عقلك طول الوقت مركز في العد مش في المعنى، وتفضل تسأل أنا وصلت 100 ولا لسه. الرقم ده بيحول الذكر الواجب تقيل عليك عايز تخلص منه، مش إنك في روضة بترتاح فيها. ربنا سبحانه وتعالى بيحب القلب الحاضر، وذكر واحد بتركيز ويقين أعظم عند الله من آلاف المرات اللي بتتقال باللسان والعقل شارد في العد. نيجي بقى للمجربات. كلمة مجربات فلان بقت منتشرة جدا. الحقيقة أن العبادة توفيقية، يعني بنعمل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله بالظبط. لما بتخترع أعداد معينة لأذكار معينة وأعداد معينة لصور معينة وتحدد صور لكل موقف في دماغك، وكأنك كده بتقول إن السنة ناقصة وإنت بتكملها، أو إنك لقيت سر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارفه. ده بيفتح باب للبدع، وممكن يكون بيوقعك في ذنوب وإنت مش واخد بالك. الموضوع ده بيخلي الناس تتعلق بالعدد وتنسى ربنا سبحانه وتعالى اللي انت اصلا رايح تطلب منه الحاجة. ولو الحاجة اللي انت طلبتها ما حصلتش بعد الرقم ده، بتبدأ تتضايق وتقول ربنا بينتقم مني، ربنا مش عايز يستجيب له لانه بيكرهني، وتبدأ تحس باليأس والإحباط. كل ده ليه؟ السبب انك مشيت ورا وهم المجربات اللي كل واحد بيقولها لك في فيديو علشان يكسب مشاهداته بس. انت بتمشي ورا وهم ومش ماشي ورا سنة. طب فكر كده بعقلية عملية ومنطقية. هل ربنا محتاج لآلاف التكرارات علشان يقبل منك؟ هل ربنا محتاج لأرقام وأعداد معينة لازم توصل لها علشان يديك الحاجة اللي انت عايزها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. القرب ده مش مشروط برقم وأعداد معينة لأذكار معينة وأعداد معينة لصور معينة. القوة الحقيقية في الدعاء هي الحال مع الله، إنك تدخل عليه وإنت ذليل محتاج وممكن بالإجابة. أصل الدعاء يا جماعة هو الإخلاص. لما بتخلص في دعوتك ولو لمرة واحدة، ربنا بيفتح لك أبواب السماء وبيقبل منك دعوتك، لأنك تركت الباب بقلبك مش بسبحتك وبس. حاولوا تدوروا على الكيف مش الكم. التزم بالمقصور. الأذكار اللي ليها عدد في السنة زي 33 تسبيحة أو 100 مرة استغفار فيها سر وبركة، لأنها بإذن نبوي بعلم الله سبحانه وتعالى طبعا. قول أذكارك بحب من غير أعداد. اذكر ربنا بدون عدد. سيب قلبك يسبح لحد ما يرتوي من غير ما تشغل بالك بالعد. ركز في معاني أسماء الله الحسنى وانت بتدعي، ده بيدي لروحك سكينة وهدوء. في النهاية عايزة أقولك إن ربنا مش منتظر منك أعداد معينة وإنك لو ما قلتهاش مش هيديلك. ربنا رحيم. ادعي بقلبك وبدموعك، ادعي بضعفك من غير تعقيد الأرقام اللي بتهد الحيل. خلي عبادتك حب مش حساب. أنا سيلا. هل حصل لك قبل كده ومشيت ورا رقم معين وحسيت إنك تهت ونسيت الخشوع؟ أشوفكم الفيديو الجاي بكل صدق ويقين. شكرا.